معاك عقد بس لسه مش مالك. سر صغير بيفرق بين الورقة اللي في جيبك والملكية الحقيقية. ناس كتير بتمضي عقود وتدفع مبالغ كبيرة وتفتكر ان كده الموضوع خلص، بس في لغة القانون في فرق كبير بين انك اشتريت وبين ان الحاجة دي بقت ملكك رسميا. وعلشان ما تتعبش بعدين لازم تعرف الفرق بين العقد الابتدائي والعقد النهائي، لان اللخبطة هنا هي اللي بتعمل مشاكل في الشهر العقاري. اهم الفروق اللي لازم تعرفها بين انواع العقود: العقد الابتدائي ده العقد اللي بنمضيه بينا وبين بعض، عرفي يعني، هو عقد صحيح ونافذ وكل حاجة، وبيلزم البائع والمشتري بكل الشروط المكتوبة فيه. بس مشكلته الكبيرة انه مش بينقل الملكية قدام الدولة. يعني لو معاك عقد ابتدائي لشقة وبايع نيته مش تمام وباعها لحد تاني عقد مسجل، القانون هنا هيقف مع اللي سجل الأول حتى لو انت كنت شاري قبله كتير. العقد النهائي المسجل ده العقد اللي بيتم تسجيله فعلا في الشهر العقاري، بياخد رقم شهر، ده الوحيد اللي بيقول للعالم كله ان الحاجة دي بقت بتاعتك خلاص ومحدش يقدر ينازعك فيها. التسجيل هو اللي بيدي حصانة لملكيتك وبيخليك تنام وانت مطمن ان مفيش حد يقدر يبيع الحاجة دي من وراك. دعوى صحة التوقيع دي معلومة بيقع فيها كثير من ناس كتير. صحة التوقيع مش تسجيل خالص، دي مجرد قضية بنرفعها عشان القاضي يقول ان التوقيع اللي على الورقة ده بتاع البايع فعلا. هي بتحميك بس من ان البائع ينكر توقيعه بعدين، لكن ملهاش علاقة بصحة البيع نفسه، ولا بتثبت ان الحاجة دي بتاعتك قانونا قدام الجهة الرسمية. دعوى الصحة والنفاذ دي بقى الوحش بتاع القضايا وبنلجأ لها لو البايع رفض يروح معانا الشهر العقاري يسجل. هنا القاضي بيراجع العقد كله مش بس التوقيع، والحكم فيها بيكون مقام التسجيل، وبنقدر نقول بيه الملكية غصب عن البائع، بس إجراءاتها طويلة ومحتاجة نفس طويل ومصاريف أكتر. معلومة مهمة: الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل. يعني طول ما العقد في درج مكتبك هو مجرد التزام شخصي من البائع إنه ينقل الملكية في يوم من الأيام، لكن الشقة قانونا لسه باسم صاحبها القديم في دفاتر الدولة لحد ما تتسجل باسمك، وده بيعرضك لمخاطر زي الحجز على شقة لو البائع عليه ديون. لو بتشتري حاجة منقولة زي الموبايل أو اللابتوب أو لبس، الملكية بتنتقل بمجرد الحيازة والاستلام، مش محتاجة شهر عقاري ولا غيره، لأن القاعدة في القانون بتقول الحيازة في المنقول في سند الملكية، يعني اللي معاه حاجة هو صاحبها لحد ما يثبت العكس. نصيحتي النهاردة: وانت بتمضي العقد الابتدائي لازم تحط بند بيلزم البايع بالحضور أمام الشهر العقاري أو مكاتب التوثيق لنقل الملكية في أي وقت تطلبه منه، وتحط شرط جزائي محترم لو اتأخر أو رفض عشان تضمن إنه ما يعطلكش لما تيجي تخلص إجراءاتك الرسمية، وتضمن إن حقك يفضل في حفظ والصون. المرة الجاية هنقفل كلامنا عن البيع ونتكلم عن حق الاسترداد وإزاي ممكن بيعة تبوظ بعد ما تخلص بسبب طرف تالت. لو معاك عقد وخايف يكون ناقص حاجة رسمية أو مش عارف تبدأ منين في التسجيل، اسألنا في الكومنتات. لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على التيك توك ما تنسوش ريبوست وفولو، ولو على الفيسبوك ما تنسوش اللايك والفولو. اشوفكم الحلقة الجاية.